بنحب كتير نغير في وصفات الفراخ. اما الفراخ المشويه اللي انا هعملها لكم النهارده، هعملها لكم بطريقه سهله وبسيطه جدا. تقدري تعمليها في الفرن عادي جدا من غير بقى ولا فحم ولا دخان. هتطلع معاكم طريه ودايبه ولونها وريحتها تحفه يا جماعه. والتتبيله اوعي تقولي لحد عليها. بتحبوا تاكلوا الفراخ بقى من المطاعم وبتطلبوها وبتلاقوها غالية؟ لا لا، انسي بقى الموضوع ده. اعمليها بقى بطريقتي وانسي اي طريقة تانية. قبل ما تشوفوا الفيديو صلوا على الرسول، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. حطوا لايك للفيديو لو عجبكم، اشتركوا في قناتي، دي قناتي اكلاتي واختراعاتي، وفعلوا الجرس لو عجبكم الفيديو وعشان يوصلكوا كل جديد. فعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد في قناتي. تمام، تعالوا بقى نخش على طول في الطريقه. بص حبايب قلبي، انتوا بتجيبوا الفرخه بتاعتكم، يعني ما تجيبوهاش كبيره قوي ولا صغيره قوي، خليها وسط. تمام، بتقولي للراجل بتاع الفراخ انا عاوزه اشوي الفرخه بتاعتي، خليه يقطعها لك ويفصل كده الكتف ويفتح لك الصدر من جوه. انا خليته يفتح لي الصدر من جوه ويفتح لي بقى الورك من الناحيه التانية. يعني بصي الورك ما بيتفتحش من الناحيه السليمه، لا بصي من جوه بيفتح حاله وبيخلي العظمه تبان. عايزه تشيل العظمه شيليها، عايزه يعني تخليه يشيلك العظمه شيليها. إيه، انا بقول لك كده عشان تسهلي على نفسك، بدل ما تروحي البيت وتجيبيها وتقطعيها وتعملي وتتعبي يعني وتاخد وقت. لا قولي له هو وهو بيقطعها لك كده وبيغسلها لك وبينضفها لك، انا عاوزه اشويها، قطعها لي عشان اعملها دجاج مشوي او دجاج مسحب. تمام، بعد كده يا حبايبي، بعد بقى ما بيقطعها لكم كده بالشكل ده من جوه كده، كل الكلام ده يعني كل التقطيع وكل الحاجات دي عشان لما نيجي نعمل التتبيله بتاعتنا، التتبيله تدخل في الفراخ من جوه. تمام كده، تعال بقى نشوف التتبيله هتحتاج ايه. هتحتاج معايا كوبايتين من الميه، كوبايتين كبار. هنزل عليهم ربع كوبايه من الخل. تمام كده، هنزل عليهم برضو ربع كوبايه من الزيت. حلو الكلام. هنزل بقى عليهم الصلصة بتاعتي بقى هنا عبارة عن 3 معالق من الصلصة، معجون الصلصة العادي اللي انت بتستخدميه للمكرونات ده اللي هو الجاهز. بعد كده يا حبايبي انا معايا من 7 ل 8 فصوص من الثوم. انا بحب اكتر الثوم قوي في الفراخ علشان بصراحة بتدي طعم حلو قوي للفراخ. تمام، انا عندي الكبة بتاعتي دي هي كبة بالكهرباء، يعني هي بتتشحن وبقى وبحط فيها الحاجة كده تتضرب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هاتوها، هي حلوة وعملية جدا. يعني تشحنوها، ولو مثلا النور قاطع وعايزين تعملوا حاجة، عايزين تضربوا حاجة والنور قاطع ومش عارفين تشغلوا الكبة اللي بالكهرباء اللي في الحيطة، تقدروا تستخدموا دي. يعني بصراحة منجزة يعني. تمام، طحنت معايا التوم اهو زي ما انتوا شايفين، خلته معايا مطحون خالص اهو. تمام، بنزل بقى التوم بتاعي على باقي المكونات اللي احنا حطيناها. هنزل كمان معلقة كبيرة من السماق، وعلى السماق هنزل معلقة كبيرة من البابريكا ونص معلقة من الكزبرة المطحونة. وهنزل كمان رشة من القرفة، يعني نص معلقة برضو بتدي طعم حلو جدا للتتبيلة. هنزل معلقة كبيرة من الثوم البودرة، وهنزل كمان معلقة كبيرة من البصل البودرة. تمام، هسيب لكم كل الحاجات دي في صندوق الوصف. تمام، هنزل كمان معلقة صغيرة من الفلفل ومعلقة صغيرة من الزعتر. اخر حاجة احطها معايا معلقة صغيرة من الملح. بقلب بقى كل الكلام اللي انتوا شايفينه ده مع بعض. شفتوا التتبيلة سهلة وبسيطة ازاي؟ بتروحوا تشتروها من المحلات غالية وهي بتتعمل في البيت بكل سهولة، وحاجة نظيفة وانتي اللي عاملاها بايدك وضامنة معمولة ازاي. بتجيبي بقى الفراخ بتاعتك بعد ما بتغسليها بالدقيق والليمون وتشطفيها كويس، بتحطيها كده في التتبيله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا بقى، انتوا ممكن تبيتوها في التتبيله، كل ما تسيبوها في التتبيله هتديكوا طعم احلى. يعني بصوا سيبوها في التتبيله بقى لو انتوا مستعجلين عليها وعايزين تعملوها في نفس اليوم على الغدا، يعني سيبيها ساعه. تمام كده، بعد الساعه بقى هتجيبيها وهتجيبي الشبكه بتاعتك دي اللي انتوا الشبكه دي. تمام، لو مش متوفرة عندك الشبكة عادي جدا ممكن تحطيها في الصينية وتدخليها الفرن. تمام، انا بجيب صينية كده معايا وبحط الشبكة فوق الصينية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبحط عليها الفراخ. بحط الفراخ من الناحية السليمة مش من الناحية اللي هي
اللي هي يعني من الناحيه اللي جوه دي في الفراخ خليها بره، والناحيه السليمه اللي هي بتبقى بره خليها جوه على الشوايه. تمام كده. بجيب التتبيله بتاعتي وبحط بقى يعني بجيب الفراخ واحطها واحط باقي التتبيله على الفراخ بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. باقي التتبيله بتنزل في الصينيه تحت. احنا لما بندخلها الفرن كل ده بيسخن بقى وبيغلي وبيطلع على الفراخ، بيديها طعم بقى وبيسويها. تمام كده. بعد كده يا حبايبي بتقيدي الفرن على اعلى درجه حراره، بتقيديه على درجه حراره 200، بتسيبيه بس يسخن واحنا شغالين كده في الفراخ. بتجيبي بقى الفراخ بتاعتك وبتدخليها الفرن وبتحطيها بقى زي ما قلت لك على درجه حراره 200. تمام كده. بتسيبيها من ساعة لساعة ونص، هتكون خلصت معاكي وبقت بالعظمة اللي انت شايفاها دي. عايزة اقول لكم ريحتها وطعمها تحفة. الفراخ دايبة، الطبقة اللي فوق دي مشوية وحلوة قوي، كريسبي كده واخدة لون زي ما انتم شايفين كده. بصي انسي بقى انك تشتريها من المحلات تاني، انسي ان انت تطلبيها تاني، هتعمليها في البيت بعد ما بتعمليها بطريقتي. شايفين شايفين الطبقة اللي فوق دي عاملة ازاي؟ حلوة قوي يا جماعة، تحفة، طعمها يجنن. بصوا مستوية ازاي، مستوية وزي بصوا مش قادرة اوصف لكم جمالها. لما تجربوها بطريقتي هتعرفوا ان هي تحفة. يا رب الفيديو يكون عجبكم. اشتركوا في قناتي وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد في قناتي، وحطوا لايك. شايفين بقى من جوه عامله ازاي؟ شايفين؟ حلوه قوي قوي قوي. يا رب يكون الفيديو عجبكم. انتوا عارفين بقى الصوص اللي طلع منها كمان هجيبه، اللي هو الصوص اللي طلع اللي هو في الصينيه، بجيبه كده وبجيب فرشه. تمام. وبمسح كده على الفراخ، يعني الحركه دي بتدي للفراخ لمعه. تمام كده، بتدي للفراخ لمعه. لو انت مثلا عازمه حد او كده بيبقى شكلها حلو قوي على السفره. لما تجيبي الفرشه كده وتجيبي الصوص اللي طلع من الفراخ وتعمليه كده على الفرخه من فوق، بتدي بجد طعمه حلو قوي وشكل حلو وكمان هتشرفك. عاوزاكم بقى تحطوا لايك للفيديو، تشتركوا في قناتي، دي قناتي اكلاتي واختراعاتي. متنسوش اللايك. اعملوها بقى، الجو حر مش عاوزين بقى نعمل طبيخ كتير ومش زهقانين، اعملوا بقى الفراخ المشويه، حمروا بقى جنبها شويه بطاطس، تعملوا شويه جنبها رز معمر، رز بسمتي، مكرونه. هي في كل حالاتها كده حلوه، بعيش كده وشويه طحينه وانسي حياتك بقى. بألف هنا حبايبي. استنوني في وصفه جديده وفيديو جديد. بحبكم قوي. ومع السلامه. باي باي.